الساعة الآن 6:18 تماما بتوقيت دمشق سوريا من دون بشار الأسد. هيك لأنه نحن الشباب بين قوسين بنعلق مشاكلنا بالبنات. هل هو ممكن يكون الحل لبعض المشاكل؟ بالأول لازم الطرفين يحاولوا مع بعض شوي مشان الأطافيل اللي بيناتهم. للأسف صارت حالة متفشية، الطلاق ماله أفضل حل للعائلة أكيد. هلا هو واقع منتشر بمجتمعنا، بس لازم نحاول انه نخفف منه قدر الامكان، لانه نحن مجتمعنا مجتمع شرقي، فعطول بحطوا اللوم على المرأة يعني بدل الرجال. حياتنا مو دائما بتكون وردية. الزواج وقت يبلش بغلط صغير بينتهي بغلط كبير اللي هو الطلاق. للأسف بمجتمعنا بينظر للطلاق بالعامية نظرة سلبية، وبشكل خاص للبنت نظرة نقص وعيب، وبينحط اللوم عليها مع العلم ممكن تكون بالفعل هي الطرف الخسران. هذا رأينا، وخلونا نشوف رأي الشارع شو بيحكي. يعطيك العافية. مرحبا، كيفك؟ خلي لي قلبك. متعرف باسمك؟ أنا اسمي سعيد حوري. سعيد، شو نظرتك للطلاق وشو رأيك فيه؟ الطلاق هو شيء بشع، بس أحيانا يكون حل لمشكلة ما لها حل. حلو. ايه. وشو رأيي فيه أنا؟ صعب أني أنا إذا إنسان إذا تزوجت بيوم من الأيام طلق، بس إذا إجباري قلت لك حل ما له حل يعني. تمام. يعني ممكن يكون حل ببعض المواقف. إجباري. طيب ليش بنظرة المجتمع بشكل عام أو 70% بيكون الحق على المرأة بهذا الموضوع؟ شو رأيك بهالكلام هذا؟ هيك لأنه نحن الشباب بين قوسين بنعلق مشاكلنا بالبنات. بنعلق مشاكلنا بالمرأة، بس أحيانا ممكن تكون مشكلة مننا يعني عادي. بس هو لأنه يعني يمكن نظرتنا نحن إنه على طول هي الحق عليها. صحيح. هي ما احتملت، هي ما احتوت، هي ما عملت، هي ما ساوت، بس نحن ملائكة أبرياء. طيب كيف فينا نغير هاي النظرة اللي عم نحكي عليها بالمجتمع لموضوع الطلاق؟ لك طول ما نحن هلا قاعدين عم نحكي بهي السيرة فهي ما راح تتغير. ما حتتغير. بس نحن لازم نتغير يعني. نحن لازم نبلش مننا نحن الاثنين. صحيح. حتى ننشر هاي القصة بالشارع. صحيح. وهي ما أنا غلط يعني، هي حلال بس أبغض الحلال يعني. بس إنه شيء يعني أبرد بقول لك هي حل آخر حل يعني 100%. يعني هي آخر حل ممكن الواحد يوصل له هو الطلاق. صحيح. بحيث إنه خلص بكون سكر كل شيء، سكر كل شيء محاولات، سكر كل شيء يعني خلص. بس آخر شيء الواحد ما بيطلع بإيده يلاقي حل. توصل لمرحلة إنه في نقطة مسكرة فهو بيكون الحل. يعني أنا اليوم بشوف المجتمع إنه بس تقول كلمة طلاق واو شغلة كتير كبيرة. أنا برأيي بلاقيها أحيانا إنه هي لا، بالعكس لازم تصير كرمال الواحد يكمل حياته. شو رأيك؟ هلا ليك إذا أنت مثلا لا سمح الله عندك شخص مريض وأنت عارفان إنه هذا المريض شو آخرته؟ بده يموت. فهي العلاقة هيك، شخص مريض بده يموت، لا يموت يعني خلص أنت ريحه. وكل واحد يكفي حياته. كل واحد يكفي حياته. بجوز أنا هاي الإنسانة ما أنا منيحة معي بس منيحة مع غيري. بجوز أنا ماني منيح معه بس أنا منيح مع غيره. هذا هو يعني هي النظرة. ما ضروري والله إذا واحدة تطلقت تكون هي إنسانة سيئة. 100%. بجوز هي أحسن مني. صحيح. بجوز يعني بس أنا وياها ما اتفقنا. شيء عادي جدا يعني. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. مرحبا. أهلا. تعرف اسمك؟ مالك، شو نظرتك اليوم لموضوع الطلاق؟ هل هو ممكن يكون الحل لبعض المشاكل؟ بس مو دائما يعني. طيب ليش بمجتمعنا 90% بيحطوا اللوم بموضوع الطلاق على المرأة؟ هلا هن لأنه الشباب ما حدا بيحب يحط اللوم على حاله، فبيشوفوها على المرأة. مجتمع ذكوري يعني. هي طيب كيف فينا نغير نظرة المجتمع لموضوع الطلاق؟ هلا نحن ما حنحسن نغير، كل واحد ببلش من حاله. مجتمع كامل الواحد ما هيحسن يغيره. ممكن موضوع الطلاق يأثر على إذا في أطفال إيجابي أو سلبي؟ هلا ممكن أكيد هو حيأثر سلبي بس مو دائما. تمام. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. متعرف باسمك؟ حياة. شو رأيك اليوم بموضوع الطلاق؟ الطلاق احيانا بمثل هيك ايامي او بيكون لما يكون في مشاكل كتير، انا بنظرتي انه الطلاق هو حل لكتير مشاكل. بس طبعا بالاول لازم الطرفين يحاولوا مع بعض شوي مشان الاطافيل اللي بيناتهم. واذا ما في حل خلص طلاق يعني. يعني هو آخر الحلول.
هو اخر الحلول بالضبط. طيب ليش اليوم بمجتمعنا 90% بيحطوا اللوم بموضوع الطلاق على المرأة؟ هو لانه الصراحه المراه عندنا بالمجتمع شوي مظلومه من هي الناحيه، واذا طلقت المجتمع مجتمع شرقي يعني بيظلموها بهذا الشيء كثير، ومجتمع ذكوري بشكل عام نحن يعني خلص. شكرا. عفوا. طيب سؤال، كيف فينا نغير نظرة المجتمع لهذا الموضوع تحديدا؟ والله برأيي انه نظرة المجتمع ما حتتغير بسهولة، نحاول فما حيتغير. والله ما بعرف شو بدنا نحاول او شو بدنا نحكي لهم، لانه خلص هو هيك المجتمع وحيضل هيك كانه. طيب برأيك هذا الموضوع بيأثر سلبي او ايجابي بوجود اطفال؟ هلا اذا في خلافات سواء طلقوا او ضلوا سوا حيكون الموضوع سلبي على الاطفال. فخلص ما يوقفوا حياة بعض، كل واحد يروح بطريقه ويحاولوا يساعدوا الاطفال قدر الامكان. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافية. يعطيك العافية. هلا. فينا نسألك موضوع اجتماعي صغير؟ تفضل. شو نظرتك اليوم بموضوع الطلاق؟ للأسف صارت حالة متفشية. الطلاق ما له أفضل حل للعائلة أكيد. نحن بثقافتنا الإسلامية نقول الطلاق هو أبغض الحلال، بس لا يعني إنه هو أفضل الحلول أكيد. لكن هو آخر الحلول. تمام، لازم يكون آخر الحلول. طيب بمجتمعنا ليش اللوم 90% بيكون على المرأة بموضوع الطلاق؟ هلا بعتقد الموضوع شوي صار متوارث يعني، مو دائما حتى في تحته فكر. ممكن كمان كتقليد بالمنطقة نحن عندنا المرأة مهمة، والأم عندنا يمكن هي أعلى مراتب المجتمع، فهو الأهم بيكون عليه مسؤولية أكبر أكيد. بس هذا ما المفروض أبدا يعفي الرجال من مسؤوليته أو من دوره إنه هو كمان مربي وقائم وأب. طيب كيف فينا نغير نظرة المجتمع لموضوع الطلاق؟ أنا برأيي كتير مهم إذا نحن بدنا نحافظ على تماسكنا كمجتمع، كتير نفهم ونحط يعني إنه المرأة المطلقة هي ما لها مرأة ناقصة، هي مرأة اختلفت مع شريك حياتها فترة من الفترات وللأسف ما قدروا يوصلوا لحل. يعني كان الحل اللي وصلوا له هن إنه ينفصلوا، وفي كتير أمثلة من العالم اتطلقوا ورجعوا لبعض. يعني مهم كتير إنه بهاي المرحلة ندعم المرأة لأنه هي تكون أكثر هشاشة عاطفياً برأيي. وده يعني كتير مهم إنه ما ننتقص من قيمتها كإنسان لأنها انفصلت عن شريك حياتها بمرحلة من مراحل حياتها. يعني تماماً ما بنعرف، ما حدا حيقدر يعرف شو السبب يعني بين الاثنين شو صار. ومثل ما تفضلتي إنه أحياناً بتكون هي الفترة كتير حلوة بيناتهم وبيتصلح فيها الأمور. تمام، هو ما له نهاية طلاق. ممكن يكون نهاية ظاهريا أو نهاية حاليا لحظية يعني، بس هو أبدا مو النهاية دائما. طيب بوجود أطفال بيأثر عليهم سلبي أو إيجابي؟ أكيد. هون الأهل يعني عليهم مسؤولية. هن عليهم مسؤولية إنه ما قدروا يوصلوا لحلول لخلافاتهم، أوكي انفصلوا، يمكن كان حل ذكي كتير بوقتها، بس مسؤوليتهم الكبيرة إنه ما يدخلوا الأولاد بخلافاتهم. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. وسام مو؟ اي تاني مره. تماما، طالعين قبل. طيب وسام، شو رأيك بموضوع الطلاق بشكل عام أو شو نظرتك لهذا الموضوع؟ هلا هو واقع منتشر بقلب مجتمعنا، بس لازم نحاول انه نخفف منه قدر الامكان. الطلاق لانه موضوع كتير صعب بالنسبه للعائله، فلازم نحاول نخفف منه قدر الامكان ونحاول نلغي فكره الطلاق، لانه اساسا الطلاق بيجي من عدم التفاهم. فنحن ليش ما نكون مختصرين وواصلين مرحله التفاهم قبل ما نوصل لهي المرحله ونقول يا ريت نرجع. صحيح. طيب ليش اليوم بموضوع الطلاق 90% بينحط اللوم على المرأة؟ هلا المجتمع الانثوي حيضوج عليه بس النسوان بعادتهم نكديين، غيورين، نقائين، ولازم نحاول انه يعني الشاب يحتوي البنت. تمام، مجرد الزوج يحتوي زوجته ويراعي مشاكلها ويهتم فيها فرح تخف عندها الغيره والحسد والنق وهالامور. فلازم يضل الزوج محتوي وعم يراعي مشاعرها، فما بيوصلوا لمرحله انه يتخانقوا وما يتفاهموا. صحيح. طيب كيف فينا نغير نظرة المجتمع لموضوع الطلاق أو فكرة الطلاق؟ هلا أول شيء لازم نعمل برامج تأهيلية للزواج، لازم نحاول نحصرها بين العادات والتقاليد لمجتمعنا ولمدينتنا، ونحاول نتبع الدين تبعنا. مجرد نتبع الدين تبعنا فنحن رح نتخلص من هي الأمور، لأنه الزواج الصح
هو انه نحن نقعد ونتفاهم واعرف عادات وتقاليد المراه، اعرف افكارها ومعتقداتها، نآمن ببعض لنحاول نبني اسره صحيحه. فمن خلال هالبرامج التاهيليه فبصير في مكون اساسي عند المراه وعند الرجل انه يكمل هذا الزواج ما ينتهي بطلاق او بمشاكل واختلاف. طيب ما ممكن هو يكون حل بالنهايه لشي مشكله كبيره؟ انا برايي انه اذا نحن اختصرنا بالبدايه فما بنعتاز لهذا الحل. اليوم الطلاق بيكون حل لانه ننهي علاقه. طب ليش انتهت هي العلاقه؟ بسبب مشاكل. طب نحن لو قدرانين كنا نتلافاها ونحل هي المشاكل كنا وصلنا لمرحله الطلاق؟ ما كنا وصلنا لمرحله الطلاق. معناتها التاسيس غلط. تاسيس غلط تماما. لما الزوج بيروح بيدق باب الزوجه اللي بده يختارها من الباب عند اهلها، فهو بيكون فايت وهو واثق من نفسه وعرفان شو في عنده. وطبعا هذا الحكي ما بيختلف انه في حالات انه يكون الزوج او الزوجه ولو عملوا هذا الشيء ما يكمل مرحله الزواج عندهم، بس لازم نحن بالفتره الاولى يعني نراعي الافكار والتقاليد اللي عند المراه، والمراه تراعي زوجها ويحتووا بعض ويتفهموا على كل شيء قبل ما يوصلوا لمرحله الزواج والانجاب. طيب في حال انجاب وصار في اطفال، شو ممكن ياثر موضوع الطلاق على الاطفال؟ حيصير ذنب على الطفل، حيكون عنده عقد نفسيه، حيكون عنده هيك نقص حنان، ما حتكون عنده اسره متكامله وحنونه عليه، فرح يشكل عنده كثير مشاكل بالحياه الجايه له. فلازم يعني وقت يصير مرحله زواج تضل اول سنه بدون انجاب، بحيث انه الزوج والزوجه يتفاهموا مع بعضهم، بعدين ما ينظلم الولد او البنت بس تجي. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف باسمك؟ سارة. سارة، شو نظرتك للطلاق وهل ممكن هو يكون حل ببعض الأحيان أو لا؟ طبعا فيه يكون حل لما يكون ما في تفاهم بين الشخصين. ليش بأغلب الأحيان بينحط اللوم على المرأة بموضوع الطلاق؟ لأنه نحن مجتمعنا مجتمع شرقي، فعطول بحطوا اللوم على المرأة يعني بدل الرجال، بالرغم من انه الرجال بيكون عليه يمكن كل الغلط، بس انه اللوم بنحط على المرأة. شكرا. عفوا. طيب كيف فينا نغير نظرة المجتمع لهذا الموضوع تحديدا؟ ما بتتغير هي. ليش؟ طب شو ممكن يكون في حل؟ هلا هي بده يصير حل فردي، يعني كل واحد يغير من نفسه، بتبلش من الشخصيات، انه والله انا بدي اغير عقليتي لهذا الموضوع، بس تغير مجتمع كامل مستحيل. يعني ممكن نوصل لنقطة إذا كل واحد غير من نفسه، نوصل لنقطة إنه يصير في وعي لو 70% 80% بموضوع الطلاق؟ يمكن طيب شكرا كتير لك، يعطيكم ألف عافية. وبالنهاية لازم نعرف إنه فكرة الطلاق مو بالضرورة تكون سلبية، وأوقات بتكون عن جد إيجابية للطرفين، وهالشي بيرجع للأسباب اللي أدت للطلاق، ومنختار هالشي لاعتبارات شخصية أكيد، مو لأنه المجتمع هيك بده. والطلاق بالنهاية أكيد ما له فشل، الفشل الحقيقي إنه ندفن حالنا كرمال المجتمع أو كلام المجتمع ونحن نضل مقهورين كل العمر. وهيك كان رأي الناس بالشارع، ولا تنسوا تتابعونا على منصتكم شارعنا